برج الفتاة لؤلؤة اسطنبول وأحد أهم معالمها السياحية. أهلا وسهلا فيكم من شاطئ سلاجاك بأسكودار قرب برج الفتاة. برج الفتاة هو من أهم المعالم السياحية باسطنبول وأحد أجمل أبراج المدينة اللي بيعود تاريخه لأكثر من 2500 سنة. هو بناء صغير بوسط مضيق البوسفور على بعد 200 متر من هيدا الشاطئ اللي احنا فيه، شاطئ اسكودار او تحديدا شاطئ سلاجاك بالجهة الآسيوية لاسطنبول. بس ممكن رؤية الجانب الأوروبي من اسطنبول من هيدا المكان، من البرج نفسه. مثل ما بتشوفوا ورا هيدا البرج هو الجانب الأوروبي، فيه المساجد وفي برج غلطة اللي هو كمان من أهم المعالم السياحية بتميز فيها المدينة. برج غلطة وبرج الفتاة هي من الأبراج القديمة باسطنبول واللي بتتمتع بأهمية سياحية كتير كبيرة. يقال بأنه بناؤه يعود لأكثر من 2500 سنة، وتروى كتير أساطير حول سبب بناء هيدا البرج. منها أنه أحد الملوك شاف في منامه أنه بنته حتموت بسن 18 بسبب لدغة أفعى، فخاف على بنته ليبعدها عن الأفاعي ويحميها، بنالها برج بوسط البحر لا تسكن فيه. بس بعيد ميلاد 18 تلقت سلة مليئة بالفاكهة كهدية لها بمناسبة عيد ميلادها، وكان بيختبئ بهذا الحية أفعى أو ثعبان، فلدغها وماتت بسبب هالشي. وبالتالي ماتت بالرغم من كل الإجراءات اللي هو أخذها لما رأى المنام. طبعا هيدي أسطورة من المستبعد أن تكون صحيحة. أما عن سبب تسمية هذا البرج ببرج الفتاة، فكمان في عدة أساطير بتنروى. منه أنه كان في قصة حب بين شاب وفتاة، وكانت الفتاة بتسكن بوسط البحر، وكانت بتضويله مصباح بالليل كعلامة بيناتهم متفقين عليها. ومرة أضيء المصباح، قام راح الشاب للبحر فقتله شاب آخر كان اكتشف السر اللي بيناتهم. ولشدة حزنها على حبيبها ألقت الفتاة نفسها بالبحر وماتت. وكل هذه الروايات ما في عليها أي دليل، بل هي مجرد أساطير ما في عليها أي أدلة تاريخية. أما السبب الحقيقي لبناء البرج فحنحكي لكم إياه لما نسير ببرج الفتاة بعد ما نقطع الرحلة البحرين هلأ بشاطئ سلاجاك. وبينقال انه الرحلات تقام من شاطئ سلاجاك بالجهة الآسيوية بمنطقة اسكودار لحتى ناخد العبارة اللي بتوصلنا على برج الفتاة، واللي هي 5 ل10 دقائق بس بالمي. البرج قريب جدا، وهي العبارة منا كبيرة، هون واقفة حد برج الفتاة مثل ما عم بتشوفوا. إذا نخليكم معنا لحتى نتعرف أكتر على البرج ونقرب عليه أكتر ونشوفه من جوا، ونحكي لكم أكتر قصة هذا البرج، ونوصل للجزيرة الاصطناعية اللي انبنى عليها هذا البرج. خليكم معنا. إذا نحن هلا رايحين على برج الفتاة. تم إلغاء الرحلات من سلاجاك في اسكودار. تاخدوا برج الفتاة، قارب برج الفتاة هيدا الصغير، من كاراكوي تقريبا تحت غلطة تاور، حتى قريب من بياعين السمك، مطاعم السمك، جسر الفاصل بين كاراكوي وأمينونو. سعر التذكرة مرتفع نسبيا 30 يورو، أي حوالي 33 دولار. مرتفع نسبيا بالنسبة لغيرها من الأماكن السياحية، بس بدنا نشوف إذا فعلا تستحق هذا المبلغ وتستحق الزيارة. تفضلوا معنا. المشكلة إنه عملية التنقل إلى برج الفتاة مش كتير منظمة، يعني ما في ولا مكان بيحدد لك ولا موقع الانترنت بيحدد لك المكان اللي بتمشي فيه الرحلات من إلى برج الفتاة. ضعنا شوي، وبالتالي كنا مفكرينه من سلاجاك مثل ما كان محطوط ومثل ما كان سابقا. تم نقله إلى كاراكوي، ما بعرف شو هو السبب، ومحطوط بس إذا كنتم موجودين بكاراكوي مكتوب بوضوح إنه هون تشتروا تذاكر على برج الفتاة. بس ما في شيء بيحدد تواقيت أو دوامات معينة. ما بعرف أي ساعة حتنطلق الرحلة، كل قد ايه بتنطلق الرحلات. هذا الشيء مش كتير واضح، وبالتالي العملية مش كتير منظمة والسعر مرتفع. بس حنشوف إذا هذا الشيء
إذا تستحق الزيارة. مثل ما بشوف هون أجواء شاطئ كراكوي، وهون من ورا طبعا أمينونو. هي بعيدة حتى، يعني برج الفتاة حتى ما يبين من هون قد منه بعيد، بينما من سلاجاك هو مباشرة بوجه الشاطئ مثل ما كنتم شايفين. وبالتالي أخذها لهذا المكان منه بنلاقي منه مناسب رحلات إلى هذا المكان، نقلة لهذا المكان. بس حنشوف، المهم إنه تكون تجربتنا جيدة بالبرج نفسه. هو مبدئيا البرج بيفتح والرحلات بتكون متوفرة عليه من الساعة 9 الصبح حتى الساعة 6 مساء. ما بعرف إذا هذا الشيء مغير حاليا، بس يبدو إنه هذا الشيء قائم حتى لحد هلا، لأنه هلا الساعة تقريبا 4:30، ممكن 5 بتمشي الرحلة للساعة 6 بتكون آخر رحلة. من 9 صباحا متوفرة هذه الرحلات. عرفنا المكان من كراكوي قرب برج أو تحت برج جالتا تقريبا، دغري تحت برج جالتا تقريبا في هون. ومحطوط بوضوح مثل ما قلنا برج الفتاة كيزكولاسي أو ميدان تاور باللغة الإنجليزية اسم هذا المكان. وبالتالي إذا عرفتوا المكان اللي بتروح منه الرحلات، كل اللي عليكم تعملوه انه تنتظروا وقت انطلاق الرحلة اللي ممكن تتأخر من نص ساعة الى ساعة كحد اقصى، بس الرحلات متوفرة طوال النهار. إذا انطلقت رحلتنا إلى برج الفتاة من الخوف بقارب بالساعة لحوالي يمكن 30-40 شخص. بس هالمرة ما في كتير ناس على هيدي الرحلة حاليا، وهيدا آخر رحلة بالنهار لأنه على الساعة 6 بسكر. هلأ نحن الساعة 5 تقريبا. لما ترجع هيدي الرحلة بتكون آخر رحلة بالنهار. وطبعا هون عم نشوف اسكودار والجهة الآسيوية من اسطنبول، لأنه هو برج الفتاة من الجهة الآسيوية، أخذنا القارب من الجهة الأوروبية. بس برج الفتاة مثل ما قلنا سابقا من الجهة الآسيوية، وبالتالي هلأ عم نشوف المشهد من الجهة الآسيوية لحد ما نشوف البرج، نقرب على البرج بشكل أكبر ونشوفه بشكل أوضح ونحكي عنه. طبعا حنفوت عليه من الداخل. هذا هو صار هون برج الفتاة طبعا كيزكولاسي أو ميدان تاور. صرنا كثير قراب منه فعلا. لما نسير لحد الآن شكله بشكل أجمل من ما نشوفه على شط البحر. خلينا نشوف هل يستحق هذا المبلغ ويستحق التجربة. إذا وصلنا أخيرا لبرج الفتاة، هو اسمه برج الفتاة أو كيزكولاسي باللغة التركية. كيز بمعنى الفتاة أو البنت، وكولي بمعنى البرج، أو ميدان تاور باللغة الإنجليزية. يسمى أيضا باللغة العربية برج البنت أو برج العذراء. هلأ نفوت عليه بالداخل، حنحكي عنه بعد أكتر ونشوفه من الداخل. أنا ولا مرة زايره وفات عليه، هيدي أول زيارة بالنسبة لإلي. هو كان عم ينعمل عليه أعمال ترميمات بالفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة، فكان مغلق. طبعا بالنسبة للأدلة التاريخية، هون مثل ما عم نشوف قصة هيدا البرج والروايات اللي حكيناها عنه وقصة بنائه والأساطير اللي حكت عنه. هيدا هون المطعم جوا أو المقهى، ببيع بعض الأشياء مثل الكيكس والمشروبات والتسالي وأشياء من هيدا القبيل مثل ما عم بتشوفوا. أما لنحكي لكم القصة الحقيقية لبناء هيدا البرج. البرج بني لأول مرة عام 410 قبل الميلاد، واستخدموا أحد القادة اليونانيين للسيطرة على السفن. بعدين تم تحديثه وتدعيمه بالعصر البيزنطي
ليصبح مبنى دفاعي، وهون مثل ما عم تشوفوا مجسم للمدفع. ثم بقي مهجور لفترة طويلة إلى أن عاد استخدامه عام 1110 كمحطة للسفن، وبالعهد العثماني استخدم لفترة كبرج مراقبة، لكنه تدمر جزئيا بسبب زلزال عام 1509. هون عم بلش نطلع ونشوفه أكتر لحد ما نوصل طبعا للإطلالة، نفوت عليه ونوصل للإطلالة اللي بأعلاه اللي هي على جزء منه قليل من اسطنبول، تحديدا على اسطنبول الآسيوية. بالعصر العثماني مثل ما قلنا استخدم كبرج مراقبة، بس تدمر بسبب زلزال 1509. بعدين تم إصلاحه واستخدم كمنارة حتى عام 1829. ثم قام السلطان محمود الثاني بترميمه عام 1832 لحمايته من الزلازل، واستخدم كمكان للحجر الصحي في نهاية فترة العهد العثماني. أما بالعصر الحديث أصبح من أهم المعالم السياحية بتستقطب ملايين السياح على مدار العام. هلأ بعد إغلاقه وإعادة فتحه ربما صار عدد السياح أقل من قبل، ولكن هو من أهم المعالم السياحية لإسطنبول. ما بعرف ليه حاليا على رحلتنا الحالية ما في كتير أشخاص. مثل ما عم تشوفوا عالي، هو ارتفاعه يبلغ حوالي 33 متر، وفي درج فاصل بين الطوابق مثل ما عم نشوف، وفي مجسمات مثل ما شفنا وعم نشوف. وحلق حنطلع لأعلاه لحتى نشوف الإطلالة اللي من أعلى هذا البرج، إذا فعلا إطلالته تستحق مبلغ 30 يورو. لحد هلأ أنا بالنسبة لإلي برج جميل، بس مبلغ 30 يورو مبالغ فيه. مثلا برج جلطة من الداخل أحلى، كنا عاملين فيديو سابق عليه. حنشوف هلأ الإطلالة، وصلنا للأعلى مكان بهيدا البرج بنقدر نوصله، والإطلالة اللي عم نشوفها إطلالة جميلة هون على منطقة أسكودار بشكل رئيسي، على كل اسطنبول، بس أقرب منطقة هي أسكودار هون وسلاجاك اللي كنا فيها لما بدأنا التصوير. وطبعا مشهد جميل جدا، وحنشوف المشهد بمختلف اتجاهاته. أسكودار هون البحر أو المضيق البوسفور، ومن هون عم بلش نشوف الجهة الأوروبية تحديدا. أول شي منطقة الفاتح ومنطقة المساجد آيا صوفيا والسلطان أحمد، بس بعيدة لأن احنا بالجهة الآسيوية. هون مثل ما عم تشوفوا في ناظور للي بيحب يشوف بشكل أقرب، لأنه نحن هلأ بعاد عن اسطنبول الأوروبية، احنا بالجهة الآسيوية. مثل ما شفتوا سلاجاك واسكودار كانت قريبة، هون بعاد. بس هيدا هون برج جلطة، عملنا لكم زوم عليه. برج جلطة اللي هو من أهم الأبراج، هن برج جلطة وبرج الفتاة مثل ما قلنا أهم برجين بمدينة اسطنبول. هيدي هون اسطنبول الأوروبية كلها. ومنطقة هونيك كنا أول شي الفاتح، شفنا منطقة بيوغلو اللي فيها برج جلطة. هون منطقة بشكتاش وشيشلي، محل ما فيه ناطحات السحاب والأبراج. وتقريبا كل اسطنبول هون بنوصل ل جسر البوسفور الفاصل بين آسيا وأوروبا، وبنرجع على المنطقة اللي بلشنا فيها تصويرنا واللي كنا فيها بالبداية، منطقة أسكودار تحديدا سلاجاك أو ساحل وشاطئ سلاجاك. وفعلا مشهد جميل. وبس بعدني على كلمتي أو رأيي إنه 30 يورو مبلغ مبالغ فيه كرسم دخول ل هيدا البرج. هيدا هون عم نشوفه من فوق كيف صار الشكل من الأسفل. وهون أعلى شي بالبرج، أعلى مكان نقدر نوصل له هو هيدا المكان. نحن هلأ بأعلى البرج، والأسطوح والمشهد البانورامي اللي عم نشوفه فعلا مشهد رائع. وهلأ لأنه اقترب الشمس من الغروب، وبالتالي المشهد فعلا جميل جدا. بس أنا برأيي إنه برج جلطة مثلا برج أجمل وإطلالته أشمل وأعلى، بس حاليا برج جلطة مغلق. إذن هيدي كانت زيارتنا لبرج الفتاة. فعلا اللي ما زايره قبل
هو يستحق الزيارة رغم انه مبلغ عالي، بس اللي ما زاره قبل يستحق الزيارة، بالرغم انه كنت منتظر اكتر من هيك لانه تم افتتاحه مؤخرا بربيع عام 2023 بعد اعمال ترميمات ضلت لاكثر من سنتين، بالتالي كنت منتظر شيء افضل من هيك. اعيد افتتاحه مثل ما قلنا ربيع عام 2023. يقال انه اعادوا للبناء الاصلي كما كان بفترة السلطان محمود الثاني بعد اضافات غير ضرورية بالترميمات السابقة. ما بعرف اذا كان قبل اجمل وشالوا اضافات هن عم بيقولوا غير ضرورية، ما بعرف هالشي لانه انا ماني شايفه قبل، بس تجربة جميلة لهيدا البرج، برج الفتاة كيز كوليسي او ميدان تاور. شكرا على متابعتكم، كان معكم فاروق الزعبي والى اللقاء.